في روسيا في ناس أذكى مني ومنك وفشلوا، مش عشان أغبياء ولكن عشان مش عارفين يلعبوا اللعبة صح. السلام عليكم، أنا اسمي أحمد، خرجت من كلية الطب سنة 2025، حاصل على تصريح مزاولة المهنة، دلوقتي بدرس تخصص جهاز هضمي بمنحة من الحكومة الروسية. في روسيا أنت ممكن تنجح، ممكن تعدي، ممكن تتخرج بشوية مذاكرة، بشوية علاقات، بشوية رشاوي ممكن تدفعها، بس كل ده ملوش قيمة لو أنت مش قادر تعمل الشغلانة اللي أنت معاك الشهادة اللي بتقول إنك قادر تعملها. يعني مثلا لو أنت اتخرجت من كلية الطب، بعد التخرج من كلية الطب انت محتاج حاجة اسمها الاكريديتاسيا. الاكريديتاسيا دي انا عملت عنها فيديو تقدر تشوفه من هنا. ومحتاج تكون قادر انك تشتغل كدكتور، لان انت لما تروح لحد تقول له انا متخرج من كلية الطب، يقول لك طيب ماشي تقدر تشتغل كدكتور. هيشوفك هيسألك هيعرف انك مش قادر تشتغل كدكتور فمش هيعينك. هتقول لي انا اصلا مش عايز اشتغل في روسيا، انا عاوز ارجع مصر. طيب ارجع مصر تاني، هتروح هيقولوا لك ماشي اعمل الورق في مصر، مش هيعملوا لك انترفيو مثلا عشان تخش تكمل الامتياز. ولكن لما هتبقى في المستشفى بقى وانت مش عارف الاساسيات، اكيد دكتور الامتياز ما بيكونش دكتور قادر، ولكن لو انت مش عارف الاساسيات، مش عارف ابسط حاجه انت ممكن تعرفها، هيركنوك على جنب لان هم مش عاوزين صداع ومش عاوزين يعلموك اصلا، لان هم مشغولين، هم اصلا كمان بيشتغلوا وهم اغلبيتهم بيتعلموا. يعني دكتور الامتياز التاني بيتعلم من النايب، والنايب بيتعلم من اللي فوقيه، واللي فوقيه بيتعلم من اللي فوقيه، فمحدش جاي لك انت مخصوص عشان يعلمك، فلو انت مش هتفيده مش هيضيع من وقته عشان يعلمك، وهتضطر تبدا من الصفر. انا مفيش يوم صحيت فيه من النوم وقلت انا فشلت، الموضوع كان اهدى واخطر. بذاكر، بروح احضر، بعدي كالوكيوم هو زي الميد ترم، بعدي امتحان اخر السنه، بعدي سنه في سنه في سنه في سنه في سنه في سنه لحد ما وصلت رابعه خمسه سته. بعدين سالت نفسي هو انا قادر اشتغل دكتور؟ انا المفروض خلاص قريب ان انا اشتغل دكتور. باخد مسؤوليات اكتر في المستشفى، بتكلم مع المرضى مش احسن حاجه عشان الروسي بتاعي ما كانش احسن حاجه. وبعدين دخلت لقيت نفسي اتخرجت. بعدين بعد التخرج الموضوع بقى هزني شويه، قلت انا دلوقتي اتخرجت هقدر اشتغل كدكتور؟ لو حطوني في عياده دلوقتي هقدر اشتغل كدكتور؟ والاجابه ما كنتش متاكد منها، ودي حاجه خطيره انك ضيعت 6 سنين من حياتك وبعدين جاي تسال السؤال ده. اللي طمني شويه هو اني الحمد لله خدت الاكريديتاسيا وهي تصريح مزاوله المهنه. هو دلوقتي ان شاء الله انا لو خدت ورقي ده ورحت لواحد وقلت له انا عاوز اشتغل كدكتور هيشغلني كدكتور، بس ناقصني حاجه واحده: هل بعرف اتكلم اللغه؟ ده مش كلام تحفيز، ده كلام علمي، في حاجه اسمها الكوجنيتيف لود. تعال تخيل مخك ده كانه حله، الحله دي هتاخد كميه معينه من البطاطس، فانت لو حطيت فيها كيلو بطاطس ممكن تاخدها، حطيت فيها 2 كيلو بطاطس ها ممكن وممكن، حطيت فيها 15 كيلو مش هتاخد اي حاجه وكله هيقع على الارض ومش هتعرف تسوي حاجه او تطبخ حاجه عشان تاكلها. طيب ايه علاقه الكلام ده باللي انا بقوله؟ لو انت ضيعت نص او تلات ارباع مجهودك في انك بس تحاول تفهم ايه اللي بيحصل، يبقى انت باقي لك جزء صغير بس عشان تقدر تستخدمه في الطب او في الهندسه او في التخصص اللي انت عاوز الحمد لله، او في التخصص اللي انت عاوز تشتغل فيه. يعني مثلا انت قاعد في امتحان وقاعد بتحل، فانت اصلا تلات ارباع مجهودك بيروح على انك عاوز تفهم السؤال، ممكن يكون عندك الاجابه للسؤال اصلا بس انت مش فاهم السؤال. فموضوع اللغه ده هو العائق الرئيسي اللي بشوفه اللي بيخلي الناس تفشل في روسيا. في ناس بتبقى اذكياء، في ناس بتبقى عندها قدرات قويه جدا في المواد حتى، ولكن ما بيقدروش يتعاملوا، ما بيقدروش يفهموا الامتحان عشان يظهروا قدراتهم، فالناس مش تعرف قدراتهم فبالتالي الناس تتعامل معاهم على انهم اغبياء. ودي مش غلطة الناس إن هم عنصريين أو وحشين، دي الحقيقة. لو أنا اديتك حاجة وقلت لك اقراها وأنت معرفتش تقراها عشان أنت مش شايف، أنا معرفش إنك مش شايف، أنا اللي هستنتجه إنك مش قادر تقرا الحاجة. عشان كده تلاقي ناس اتخرجت وعمرها ما اشتغلت في الحاجة اللي هي درستها، راحوا اشتغلوا حاجة تانية وكسبوا فلوس والقشة بقت معدن وبيجيبوا الطالب ب 1500 و2000 دولار. عملت برضه فيديو عن الموضوع ده تقدر تشوفه من هنا. وبيعملوا فلوس، هل ده نجاح؟ السؤال ده هم اللي يجاوبوه، انا وانت مش مهتمين، ولكن انا بس بنبهك انك لو ربنا كرمك لان انت شخص ذكي تاني في العنوان. انا بقول الموضوع مش غباء، الموضوع انك بتهرب، او الموضوع ان في حاجات بتدوس عليك اكتر ما انت قادر انك تتحملها، فبتشوف طريق تاني. لو شوف طريق تاني ربنا يوفقك، انا مش هكره لك انك تعمل حاجة كويسة. ولكن هل انت جاي عشان تشتغل في سترويكا اللي هو المعمار؟ هل انت جاي عشان تشتغل في ماكدونالدز؟ هل انت جاي عشان تشتغل تجيب طلاب؟ هل انت جاي عشان تنصب على الناس؟ هل انت جاي عشان تشتغل في توزيع حاجات انت المفروض ما توزعهاش؟ فتاني، لو انت في اخر الطريق وابتديت تعمل فلوس بس انت مش شايف نفسك مستقبل في الحاجة اللي انت جاي عشان تدرسها، راجع نفسك، لسه في حاجة انك ترجع، لسه في وقت انك تذاكر وتجتهد وتبقى كويس وترجع تشتغل في الحاجة اللي انت اصلا جاي عشان تشتغل فيها. هل روسيا صعبة؟ اه، صعوبتها في إنها تبان إنها سهلة أوي. يعني أنا هاجي هتخرج، وبعدين هتعمل إيه بعد التخرج؟ هتقدر تشتغل ولا لأ؟ هتقدر تستخدم الشهادة دي إنك تعمل بيها حاجة ولا لأ؟
فهي دي بالنسبة لي هي صعوبة روسيا، إنها تبان سهلة ولكن هي صعبة. هل بقى روسيا مستحيلة إنك تطلع تشتغل وتجتهد في المجال اللي أنت اتخرجت منه؟ لأ طبعًا، أنت مطلوب منك حاجات واضحة وحاجات صريحة، مطلوب منك تنجح في الجامعة، مطلوب منك إنك تبقى technically قادر إنك تشتغل، دكتور، مهندس، صيدلي، أسنان، أي حاجة. مطلوب منك إنك تتكلم اللغة بتاعة البلد عشان لو اشتغلت في البلد هنا. لو عاوز ترجع مصر تمام ارجع مصر، بس ارجع مصر وأنت قادر إنك تكون زي دكتور الامتياز مثلا بتاع مصر. دي كانت كل حاجة عندي. اعملوا سبسكرايب، أنا موجود على الانستجرام @دكتور فرج. أشوفكم المرة الجاية، سلام عليكم.